البعثة، وهذا هو الكابتن جلال القادري المدرب الوطني الذي يحمل على عاتقه ملف هذه المشاركة، والذي تحدث قبل أيام أو قبل ساعات قليلة ماضية حان الوقت للوصول للدور الثاني. وهؤلاء هم نصور قرطاج ينزلون من الطائرة، والذين يحملون آمال الجماهير التونسية والجماهير العربية قاطبة بمشاركة مشرفة. نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى في هذه النسخة الاستثنائية، هذه النسخة العربية التي نتمنى كل التوفيق فيها للعرب. عموما كل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق الذي حط رحاله في داره وفي بلاده في أرض المونديال في دولة قطر. كابتن، خلنا نتكلم عن توزيع أو المباريات بالنسبة للمنتخب التونسي. المواجهة الأولى أمام المنتخب الدنماركي، كيف تراها؟ كيف تقرأها فنيا؟ هذا هو المفتاح. يعني احنا 2018 بدينا المباراة بتاعنا ضد المنتخب الانجليزي. نعم. وانا وصلنا معناها التعادل، وتفكت منا المباراة معناها في اخر دقيقة معناها بعدم تمركز دفاعيا. في اخر لحظة معناها انهزمنا في المباراة 2-1. قدمنا مباراة معناها ممتازة بالرغم من المنتخب الانجليزي، يعني منتخب عريق وعريق جدا. نعم. الانطلاقة لازم تكون انطلاقة طيبة، لازم تكون اللاعبين عندهم الثقة في انفسهم. اللاعبين الان والمدرب الوطني الكرة بين ارجلهم للعب بدون نقص. يعني لما نقولوا عن المنتخب التونسي سادس مرة في المونديال، يعني هذه هنالك خبرة كافية لهذم اللاعبين، هنالك طموح للجماهير التونسية والمدرب الوطني كما قلنا. كابتن، عفوا عن المقاطعة، ولكن أشاهد أمامي الكابتن حنا بعل المجبري، يعني يمكن أحد المميزين في كأس العرب الأخيرة. لاعب من اللاعبين الممتازين. اللاعب ممكن المدة الأخيرة ما كانش معنا في صدى كبير، يعني ممكن يلتحق بنادي ثاني. يبقى عنصر مهم في المجموعة. الفريق الناخب الوطني واللاعبين شاعرين بالمسؤولية. إن شاء الله الآن عفوا كابتن، الآن صورة جماعية للاعبي المنتخب التونسي يتقدمهم الكابتن يوسف المساكني، وكذلك الكابتن فرجاني ساسي لاعبي الدوري القطري، نجمير دحيل والعربي. يمكن هذا المنتخب الأول الذي يأخذ هذه الصورة في المدرج، يعني لحظات تاريخية لمشاركة عربية في وخلفهم شعارات المونديال. شاهدنا الأيام الماضية وصول لجميع المنتخبات، ولكن المنتخب التونسي يضع بصمة مختلفة لصورة. تكون بادرة خير صورة الانطلاقة الجديدة للمنتخب في دولة قطر. كذلك لابد بالتنويه بصراحة خالد مشرمي والورود. يعني ممكن المنتخبات الكل لما نشوف الصور هذه الجميلة، نشوفوا الأريحية الكبيرة لجميع المنتخبات. أول مرة نشوفها في كأس العالم تغطية إعلامية بهذا الشكل، طائرة في المطار يعني والباص، لاعبين مرتاحين، يعني كل الظروف، 5 نجوم فما أكثر. شكرا لدولة قطر على هذه التغطية الإعلامية الكبيرة. معناها أنا لعبت في المنتخبات ونعرف معناها ما هي قيمة معناها لما توصل المطار باش توصل الفندق، يعني في متاعب